الحقيقة قبل ما أبدأ أرجو من حضراتكم جميعا إن احنا نوجه التحية لأرواح شهداء الجيش والشرطة خلال الفترة اللي فاتت. أستأذنكم في كده. اتفضلوا يا فندم. أنا عايز أقول لكم بوضوح، كنت دايما ببدأ كل كلمة وأقول فيها نحن ناس شرفاء أمناء. خلي بالكم من الكلام ده كويس. اوعى تفتكر انك انت بتقف ولا غدر ولا خيانة ولا مكر ولا دسائس. لا، احنا ما عندناش الكلام دوت، وانا بأكده دلوقتي معاكم ليكم كلكم عشان افكر نفسي وافكركم. نحن لا نخون ولا نتآمر ولا نغدر ولا نكيد. نحن مؤسسة شريفة وطنية اتعاملت بمنتهى الاحترام والتقدير والشرف لمدة سنة كاملة، وببدأ كلامي بده وبفكركم وبفكر نفسي، بقول ان احنا اتعاملنا بمنتهى الشرف وكنا أمناء في كل شيء، وقلنا كلام وتقديرات عن كل اللي احنا رايحين له ده. اللي احنا رايحين له ده مش جديد على الناس ومش جديد علينا، احنا كنا شايفينه وعارفينه كويس ونبهنا عليه، وقلنا اللي هيحصل في مصر احنا سنصل الى اقتتال تحت اطار ديني. اطار ديني سيتحول الصراع اللي موجود من صراع سياسي الى صراع ديني. ناس هترفع وتحول الخلافات اللي بين الناس وبعضها الى ان ده حرب ضد الاسلام وضد المسلمين. لا لا لا، توقف عندك هنا. الاسلام ده بتاعكم انتوا بس ولا ايه؟ مين قال لكم احنا مين؟ احنا كمان ما احنا ممكن نكون مسلمين شرفاء حريصين على الاسلام زي ما انتوا حريصين عليه. انا عايز اقول لكم ان لقيت في الاسلام اللي بيتقدم لك حاجة خوفتك، حاجة افزعتك، توقف قدام ده وراجع الموقف. هقول تاني، لو لقيت في الاسلام اللي انا بقدمه لك حاجة تخوفك او تفزعك او ترعبك، راجع الاسلام بتاعي ده، لان الاسلام عمره ما كان كده، عمره ما خوف حد ولا فزع حد، سواء كان اللي انا بتكلم معاه ده صالح او مش صالح. عنده خطاب لكل الناس وعنده سعة لكل الناس. انا مش هتكلم في الدين بعد فضيلة المفتي، مش هتكلم في ده، لكن انا بقول بس اشارة عابرة كده. احنا جينا اللقطة اللي انتوا جبتوها في الفيلم التسجيلي، قلنا في نوفمبر يا سادة التقوا وعودوا، لان احنا المصالحة اهم، ووجود صيغة للتفاهم فيما بينكم. الكلام ده مش بينطبق على فئة دون الاخرى، على الجميع، على الجميع. ما حصلش. جينا في الكلية الحربية قلنا ان الصراع ده سيؤدي الى دخول البلاد في نفق مظلم. كل الناس في الوقت ده قالت ليه الفريق السياسي بيقول كده؟ ليه بيقول ان اللي احنا فيه ده سيؤدي الى نفق مظلم للبلاد؟ انا عايز اقول احنا ما فاجئناش الناس ابدا ابدا. كل اجراء من الاجراءات اللي تمت كانت بتبقى اجراءات شفافة
ونزيهة وأمينة ومخلصة، وكمان فيها فهم للي احنا رايحين له. لو ما كناش يا جماعة هنتعامل ونحل المسائل، هيحصل ان احنا ندخل في حرب أهلية بين الناس وبعضها. انتبهوا لده، ده الكلام. واعطينا مهلة واثنين وثلاثة، وتكلمنا بوضوح كامل مع المعنيين بالأمر. احنا كده رايحين لمشكلة كبيرة جدا لبلدنا، وهيبقى في اقتتال بين الناس، وانا كقوات مسلحة هبقى مش عارف اعمل ايه. لو الناس اللي بتخرج بالملايين ديت لم يتم تلبية مطالبها، هتبتدي تتعامل بعنف، والمؤيدين يتصوروا ان هم بيدافعوا عن الاسلام. اقسم بالله الكلام ده اتقال بمنتهى الوضوح ده في مارس السنة دي للرئيس السابق، والله قلنا له ده اللي هيحصل. وانا كجيش هعمل ايه؟ هقف يعني افض ده واتعامل مع ده ازاي؟ ده الكلام اللي اتقال. مفيش حاجة احنا خبيناها عنهم ولا عن تطوراتهم. تطورات الموقف ده هيودي لفين؟ احنا كنا شايفينه وعاملين حسابه ونبهنا عليه عشان ما نوصلوش. ولكن الممارسة الديمقراطية لأي دولة زي مصر في البداية بتاعتها بتبقى هشة ضعيفة، عقبال ما الناس تعرف تشتغل بده وتتحرك وتحكم نفسها وتدير أمورها بشكل ديمقراطي بياخد سنين. اللي أنا شفته بصراحة إن الناس خدت النظام السابق، خد الديمقراطية سلم يصعد بيه إلى السلطة. طب زق السلم وقعه، إيه رأيكم؟ لا، ده خد السلم معاه فوق. خد السلم معاه فوق، يعني ما حد مش اقسم بالله تاني انا اتقال لي احنا جايين نحكم 500 سنة. احنا جينا عشان نحكم 500 سنة. طب ازاي انت هتحكم اذا رضي الناس بحكمك؟ انت هتحكم طالما الناس راضيين عن ادائك. انت هتحكم طالما الناس قابلينك. لكن انت هتحكم وتقهر إرادة الناس؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالكم من الكلام ده كويس، ادى للناس حرية اختيار عبادته من عدم عبادته. عارفين يعني ايه؟ يعني خيرهم بين ان هم يؤمنوا بيه او لا يؤمنوا بيه، ويوم القيامة يقفوا كل واحد يدافع عن اختياره. اخترت كده ليه؟ يرد يقول وانت عايز تحكمني ومتصور انك انت معك الحق والحقيقة، الحق المبين مع حضرتك، واحنا كلنا بقى مش كويسين، وانتم هتعلمونا الدين والصلاح، ولازم تستحملوا ده وتقبلوه، غير كده لا مش هنسيبكم. لا 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 لا. الشعب المصري إرادته حرة، إرادته حرة، يختار من يشاء يحكمه، ونحن أمناء على هذه الإرادة. الجيش والشرطة دلوقتي أمين على إرادة الناس في اختيار حكامها. صحيح. اوعوا تفتكروا ان الامر مش واضح بالنسبة لنا او ان احنا ايدينا، لا لا، احنا نعرف ربنا كويس قوي وهنقف قدامه، واحنا ما بنخافش من الموت، احنا بنخاف من لقاء الله.
اللي هيحاسبنا. فلو كنا احنا متأكدين ان اللي احنا بنعمله ده على الحق، فما فيش مشكلة خالص في الموت خالص. الموت ده جاي فين وازاي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن إرادة الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى خيرهم، حد يستطيع ان هو الإرادة ديت يسلبهم إياها وإحنا موجودين؟ ده الكلام اللي أنا قلته. لا، نروح نموت أحسن، نموت أحسن. في نقطة مهمة جدا عايز أقولها في النقطة اللي أنا بتكلم فيها دي. بيتقال إن ده حكم عسكر. لا والله ما حكم عسكر، ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر. أنا عايز أقول لكم شرف إن احنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندي شخصيا من شرف حكم مصر. أقسم بالله على ذلك. شرف حماية إرادة الناس وحريتها في إنها تختار ما تشاء وتعيش كما تشاء أعز وأشرف عندي أنا، أقسم بالله، من حكم مصر. خلي بالكم كويس قوي، احنا ما لناش طمع في حاجة خالص غير ان احنا نشوف بلادنا قد الدنيا، نشوف بلادنا قد الدنيا، بس مش اكتر من كده. انا بقول الكلمة بتاعت حكم العسكر ديت لان في ناس متصورة ان اللي احنا عملناه، بعض الناس تقول ان ده اتعمل عشان الجيش يحكم مصر تاني. لا لا، احنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق، البيان كان واضح. في رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس وزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزراء، وانا عضو في الحكومة ديت. لا أزيد عن ذلك، لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك. هي كده، مش حكم عسكر. لا، انتبهوا للكلام اللي أنا بقوله كويس. أنا بقول الكلام ده عشان زمايلي اللي موجودين من الجيش والشرطة واللي هيسمعوني يكونوا فاهمين كويس احنا فين. لا، احنا كل اللي عملناه ببساطة يعني عافينا البلاد من أزمة كبيرة جدا واقتتال بين الناس وبعضها، وقلنا احنا مستعدين يكون الاقتتال معانا احنا، نبقى بديل عن الشعب المصري. خلي بالكم، بدل ما المصريين يقاتلوا بعضهم، لا، قتلونا احنا ونحمي الكل بقى، لان اللي هيقتلونا كام؟ لكن لو المصريين كلهم مع بعضهم كانت هتبقى حرب كبيرة قوي يموت فيها آلاف ويمكن ملايين. لكن معانا احنا نستحمل ده لاجل خاطر بلادنا. انتوا بتلومونا على حبنا لبلادنا ولا ايه؟ بتلومونا على حبنا لبلادنا ولا ايه؟ بقى احنا نبقى موجودين على وش الدنيا يا رجال. أني رجولة دي اللي أنا ممكن أتقبلها ولا مروءة إن الناس تبقى قاعدة مفزوعة في بيوتها وخايفة وإحنا موجودين على وش الدنيا؟ نقول لربنا إيه يوم القيامة وإحنا المسؤولين عن الأمن؟ ألا يروع الناس ولا يفزعوا وإحنا موجودين. دي المهمة اللي إحنا هنسأل بيها، والتكليف اللي ربنا هيسألنا عليه يوم القيامة. عملتوا إيه في مهمتكم في تأمين الناس وإرادة الناس؟ أنا بتكلم في الموضوع ده كتير عشان ندرك حجم اللي احنا عملناه ليه؟ احنا ما عملناهوش رغبة في سلطة ولا في سلطان، ولا حتى رغبة في إقصاء حد. احنا قلنا إن إرادة المصريين في اختيارهم
احنا هنحترمها وسلمنا السلطة بجد للي المصريين اختاروه. لكن المصريين في أقل من سنة قال لك لا كفاية كده. قال لك المصريين قالوا كفاية كده، وخرجت الناس بالملايين. وخلي بالكم بقى، احنا في 26/7 في كلية، في 24/7 اللي هي طلبنا فيها من الناس انها تنزل عشان تدينا تفويض لمكافحة والتصدي لعنف وإرهاب محتمل. قلنا يوم 24 الساعة 2 وجهت رسالتي إلى كل المصريين وقلت لهم من فضلكم عايزين تفويض في التصدي لعنف وإرهاب محتمل. نزلت الناس بالملايين صحيح. الهدف من ده كان ايه؟ الحقيقة ما كانش بس الهدف اللي احنا طرحناه وقلناه في الطلب اللي طلبنا بيه من المصريين، انما كان الهدف بالاضافة لكده ان انا بقول للعالم اللي انكر على المصريين والاعلام اللي انكر على المصريين، الاعلام الخارجي اللي قال ان لا شوفوا بقى حجم الناس اللي خرجت في طلب في خلال يوم ونص. ده بيعكس ايه؟ يعبر عن ايه؟ يا ترى العدد ده كله كان ممكن ينزل الا اذا كان في اراده حقيقيه ومطلب حقيقي للتغيير وتأييد التغيير اللي حصل ولا لا؟ ادي واحد. 2، حتى لهذا التيار ان يرى اذا ما كانش عنده فرصة سابقا انه يؤكد ويرى، يشوف ان في ارادة للناس، ارادة حقيقية ورفض حقيقي. الحاجة رقم 3، كان لازم ضباط الجيش والشرطة يروا بالراحة اللي هم بيعملوه، يشوفوا قد ايه ان المصريين حطوا في رقابينا امانة كبيرة، واحنا قد الامانة ان شاء الله. احنا قد الامانة ان شاء الله. ونزلت الناس يوم 26 عشان تقول لنا أنتم الآن لديكم تفويض من شعب مصر بحماية مصر من الإرهاب والعنف المحتمل. طيب، كانت الناس متصورة أن تاني يوم أو تالت يوم هنقوم نتعامل مع الاعتصامات اللي موجودة في النهضة وفي الرابعة. احنا ادينا فرصة كبيرة جدا للقاسي والداني لكل من طلب ان هو يتدخل لإنهاء الأزمة بشكل سلمي كامل. وكنا لما بنقعد معاهم نقول لهم خلي بالكم، حد يقول لي، والسؤال مطروح حتى الآن، يا ترى المطلوب من الآخرين مش مننا هو الانخراط في عملية سياسية ولا المواجهة؟ إن جاوبتني على السؤال ده الباقي كله هيبقى يسير. هل هم مستعدين يخشوا مع اخوانهم المصريين ويخشوا في انتخابات عملية ديمقراطية حقيقية خلال الفترة القادمة زي خريطة اللي احنا قلناها، ولا هم عايزين المواجهة؟ ده السؤال اللي كنت بطرحه على كل المسؤولين اللي جم مصر، وقال لهم ده احنا الهدف الاستراتيجي بتاعهم ايه؟ الهدف الاستراتيجي بتاعهم ايه؟
تدمير البلاد ولا المشاركة في البناء؟ خلي بالكم عشان تبقى الأمور واضحة. إذا كانت المشاركة في البلاد وبناء البلاد وتعميرها، مين يرفض ده؟ إنما إذا كان الهدف تدمير البلاد والعباد، مين يوافق على ده أو يقبل ده أو هيسكت على ده؟ لا، لا تدمير البلاد ولا العباد أمر احنا هنسكت عليه. أنا ما بهددش حد، أنا ما بهددش حد، أنا بقول إذا كان الهدف هو تدمير البلاد والعباد في مصر، لا، احنا مستعدين قوي لده، لأن ده أمر ما يرضيش ربنا، ده أمر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه بنأيده. كل ما يرضي ربنا احنا هنأيده وندعمه. أنا هتكلم عن الفرص الضائعة، عن الفرص الضائعة. أنا عايز أقول إن خلال السنة كان في فرص كتير جدا لتعديل المسار وإيجاد يعني مساحة تفاهم بين النظام السابق وبين اللي موجودين من القوى السياسية والرأي العام وكده. لكن الحقيقة الفرصة كانت ورا الفرصة بتضيع. العناد وتصور ان المسار اللي هم ماشيين فيه هو المسار السليم، والاعتقاد بان الكل بيتآمر عليه، ان القضاء بيتآمر، ان الاعلام بيتآمر، ان القوى السياسية بتتآمر، الجيش بيتآمر، كل أقول مش عايز اجيب فئات اخرى في المجتمع، كله بيتآمر عليك. طيب يعني انت عايز تقود نفسك بس ولا تقود الدولة المصرية بكل ما فيها؟ عايز تقود الدولة المصرية بكل ما فيها، يبقى لازم توجد صيغة للتفاهم والتعامل والتعايش مع كل فئات المجتمع المصري. ده ما حصلش، وبقول فرص ورا فرص. كان الكلام الأول في تعديل وزاري محدود والنائب العام، ثم تعديل وزاري موسع، ثم إلغاء الوزارة كلها، والفرصة ورا الفرصة. واحنا بنؤكد ليهم كده احنا رايحين لمواجهة خطيرة. الفكرة اللي مسيطرة فكرة تانية خالص غير فكرة الدولة زي ما قلت قبل كده. التصور اللي موجود والبناء الفكري بناء فكري مختلف خالص. زي ما بقول احنا على الحق المبين وما دوننا على الضلال المبين. طب احنا طب لو كان ده 95% من المصريين هم اللي على الجانب الآخر، طب جين تقودوهم ليه بقى؟ فالفرص الضائعة، ثم ال7 أيام مهلة كانت فرصة أخرى ضائعة، ثم 48 ساعة كانت فرصة أخرى وأخيرة ضائعة. وقلنا بقى خلي بالكم عشان تشوفوا قد إيه قيمة ووزن الوطن في عقول وقلوب هؤلاء الناس. خلي بالكم، لو أنا مكاني هيترتب عليه إن سقوطي أنا ولا سقوط الدولة، يا ترى اختار إيه؟ يا ترى الواجب والمسؤولية والأمانة تقول الوطن يسقط ولا النظام يسقط؟ مين اللي يسقط؟ النظام يسقط مع السلامة، بس مصر تبقى. ده الكلام اللي كل مسؤول ووطني ومحب للرب والبلده يكون حاطه في الاعتبار. تسقط مصر ولا يسقط النظام؟ تهدوا مصر كلها ولا تحكموا؟ لا طبعا، لا ما نحكمش خالص والناس تعيش في امان وسلام. ما نحكمش خالص
بس الناس تعيش في امان وسلام والبلد تعيش. لا، ده انت بتفكر غير كده بقى. ده احنا نهدها كلها ونهد جيشها ونهد الشرطة بتاعتها، وفي خلال ايام ندمر الاقسام والمديريات زي ما حصل في 25 يناير و28 يناير، ويروع الناس لمدة سنتين وهم ماشيين، كل راجل ماشي في الشارع مهدد، كل سيدة ماشية في الشارع مهددة، كل واحد راكب سيارة مهدد، نتيجة تصور ان له اصلاح في الارض. انا بقول الكلام ده عشان كان ممكن قوي لما كنا بنتكلم مع الرئيس السابق وبنقول له يا فندم من فضلك قول اعرض نفسك على استفتاء يجنبنا كلنا الفتن، وهذا الامر لما تطلع نتائجه ان كانت نتائجه لصالحك الطرف اللي كان خارج يسكت، وان كانت ضدك الطرف المؤيد ليك يسكت. اي انسان بيقود دولة وعايز المصلحة العليا للدولة كان لابد يقبل ده بمنتهى البساطة. لا، انا او الايه الفوضى، انا او الدم. ليه يا سيدي؟ يعني الناس مش من حقها تقول لك لا؟ استنوا عليا 4 سنين ونبقى نتكلم في الانتخابات اللي بعدها. هي البلد هتستحمل 4 سنين؟ دي فرص ضائعة. تاني، البيان طلع بمنتهى البساطة، حل المسألة بالراحة خالص خالص، وقلنا ان احنا في خلال 9 شهور خريطة طريق محترمة ترجعنا لمسار ديمقراطي جديد، واللي عنده أغلبية عنده الفرصة تاني بمنتهى البساطة، ولم يتم عمل إجراء استثنائي واحد. وتعالوا أتوقف هنا قدام نقطة في منتهى الأهمية. أنا مش عايز أحلف كتير، لكن أقسم لكم بالله لم يتم التنسيق خارجيا مع أي دولة على أي أمر. انتوا عارفين لما بقول لكم احنا ناس شرفاء، انتوا فاكرين بقولها كده واحنا كلام اجوف ولا ايه؟ لم ننسق ولم نتعاون مع اي حد، وما استأذناش اي حد في حماية بلدنا خالص. وراحت الفرصة. كان ممكن قوي التيار المؤيد بمجرد البيان ما طلع يتوقف ويقدر موقفه. الموضوع ده وصلنا للحالة ديت، طب مصلحة الوطن ايه؟ طب ادائنا احنا ايه؟ بتجرد طيب نقبل. وممكن اقول كمان نعتذر عن سوء ادارتنا للدولة خلال هذه السنة، نعتذر عن سوء الإدارة خلال هذه السنة لشعب مصر. شكرا، ونعتذر وندخل نكمل. يا ترى ده بقى كانت فرصة ضائعة دلوقتي ولا لا؟ مش كده؟ لأنها كانت بمنتهى البساطة هتجنبنا ما فات على الأقل، تجنبنا ما فات على الأقل، لكن أيضا فرصة ضائعة. طب يوم الأيام اللي بعد كده محاولة تغيير الواقع بالقوة، نزول في مهاجمة الناس في الشوارع، ثم بعد يوم 26 فرصة ضائعة أخرى.
الناس كلها خرجت يوم 26 وبيترتب صباح السبت لعمل كل الإعلام الغربي يشوفوا على إن لا 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 لا، ده في اقتتال وبيقتلونا وبيمنعونا ده الصورة اللي بتتقدم. انت مش عايز تخطط عشان تحافظ على بلدك، انت ما بتخططش عشان تكبر بلدك، ما بتخططش عشان اهلك وناسك، لا انت بتخطط عشان تحكمهم وبس. بس انا عايز اقول لك وبقول لكم كلكم، حجم التحديات اللي موجودة في بلادنا، حجم التحديات اللي موجودة في بلادنا حجم ضخم جدا جدا جدا. وانا ما كنتش بتكلم في الموضوع ده قبل كده يعني في العلن، لكن كل القوى السياسية لما كنت بقعد بتكلم معاها من اول ابريل او مارس 2011، وده كان دور انا بقوم بيه، كنت بقول لهم ان حجم التحديات الامنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية ضخم جدا في بلدنا، لانها تراكمات سنين طويلة جدا جدا. فإن ما كانش المصريين يتحاج عليهم ويبقوا كلهم كتلة واحدة، التحديات أكبر من مصر لكن مش أكبر من المصريين. التحديات اللي موجودة جوه مصر ضخمة جدا، قد تكون أكبر من قدرات مصر كدولة لكن مش أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن أبدا، قادرين على أنهم يتجاوزوه. ده أمر أنت عايز تديره وبمعزل تماما على ان 90% او 95% من المصريين يبقوا معاك، ومتصور انك انت هتستطيع ان تقود البلد وتعبر بيها الى الامان والسلام، مش هيحصل. ودي فرص ضائعة، فرص ضائعة. واللي احنا فيه دلوقتي ده استكمال للفرص الضائعة، ان احنا نبقى كلنا كيان واحد، كلنا مجموعة واحدة. اللي اذا كان في تصور ان العنف يركع الدولة او يركع الناس، ده امر محتاج مراجعة. لا، بقول تاني، طول ما الجيش والشرطة موجودين، وانا بوجه كلامي دلوقتي ليكم انتم، للجيش والشرطة، مصر امانة في رقبتنا، رقبتنا كلنا، فاحفظوا الامانة. احنا مش بندعو الى قتل الناس او الى ارهاق الناس، لا، احنا بنقول نحمي بلادنا ونحمي شعبنا. طيب المسار اللي احنا قلناه في فرصة انه يتعدل؟ لا، المسار ده هو عبارة عن خريطة تدي فرصة للمصريين ان هم يستعيدوا ارادتهم ويحطوها مرة تانية، واللي ينجح كلنا هنعظم له ونحترمه. ده الفرص الضائعة اللي انا بتكلم فيها عشان اقول يا ريت ما يبقاش في فرص اخرى ضائعة، لان احنا البلد ممكن تساع العدد اللي موجود ده اضعاف مضاعفة، ولكن المواجهات هتبقى مش في صالح اللي هم عايزين يواجهوا، لان احنا مصرين على حماية مصر وشعبها، مصرين على حماية مصر وشعبها. طب مصرين بس وقادرين ان شاء الله. عايز اقول لشعب مصر، انت خرجت وكلفتنا بان احنا وامرتنا بان احنا نوفر الامان لك ونجابه العنف والارهاب المحتمل. خلونا اكمل في النقطة ديت، لان لازم تعرفوا ان ده امر مش كان على قد
الاعتصام بتاع رابعة. لا لا لا، ده موضوع ممكن يمتد، وانا بقول كده عشان تبقى الامور واضحة. وعايز اقول للمصريين خروجكم ده التزام لينا جميعا، وعايز اقول لكم ان انتم في دور لكم. انا النهارده هنقوم بدورنا كاملا، وارواحنا على ايدينا، بكل الحب لكم، للمصريين، كل المصريين، المسلم والمسيحي، كل المصريين، لهذا الوطن بكل الحب. لكن انا عايز اقول عملية احنا بنبقى قاعدين في بيوت ولنا جيران. ارجو ان دوركم مع جيرانكم من هذا الفصيل او من هذا التيار ان يكون دور ايجابي، دور راشد، دور ناصح. قل له من فضلك خليك في بيتك دلوقتي، بلاش تخرج، خلينا نبني بلدنا ونكملها، بلاش نساهم في عنف ودم تاني. لو احنا المصريين على مستوى الدولة قاموا بالدور ده، هيبقى دور، رغم في ناس كتير متصورة انه بسيط، لكن هيبقى دور كبير جدا جدا في حماية مصر معانا. وافتكروا في تفتيش حرب الفرقة التاسعة لما قلنا ان الوقوف عشرات الساعات في انتظار في طوابير الانتخابات افضل كتير من اي حاجة تانية. الكلام ده كان بيتقال مش بس ده للمؤيدين وللمعارضين. بدل ما تبقى انت متصور انك انت تقعد 40 يوم في رابعة، لا انت هتقف 10 ساعات بس، واكد رأيك بالورقة بتاعتك بالبساطة دي. ففي دور للمصريين، دور كمان للمصريين. اوعوا تخافوا ولا تفزعوا، اوعوا تخافوا ولا تفزعوا، اهدى. محدش ابدا يخوف اهلنا ولا يفزعهم ابدا. من فضلكم كمان لازم جهدنا في العمل يتضاعف، وما نديش فرصة لحد في العمل من هذا التيار ان يعرقله. خلونا نشوف شغلنا، خلونا نبني بلدنا، خلونا نكمل طريقنا. ده اللي احنا عايزين نعمله. يبقى في دور للمصريين، كل المصريين. جيرانك من هذا التيار قول له لو سمحت بلاش كده. لو عملنا ده هنبقى ساهمنا كتير قوي قوي في ان احنا نحقن دماء ونحقن مصابين، ونبقى كمان ساهمنا في ان الفتنة دي يتم اطفائها تماما. ده امر مش كتير، وده ايجابي، امر ايجابي من المصريين. دي الجزئية التانية النهاردة في العمل، من فضلكم ما تسمحوش ان حد يعرقل عملكم، لان ده هدم اخر للدولة. لازم كلنا ننزل نشوف شغلنا، واللي موجود منهم لا، من فضلك يا تشتغل معانا يا تسكت، لكن ما حدش ابدا يعرقل ابدا العمل. دي بلدنا كلنا، دي بلدنا كلنا. انا عايز اقول في دور كبير. الازهر هو المرجعية الدينية في مصر، ولن يتم مجابهة الارهاب والتطرف الا من خلال ان الازهر ده يبقى على دماغنا كلنا. الازهر على دماغنا كلنا. انا بقول الكلام دوت مش دعم للازهر،
أنا بقول الكلام دوت حقيقة. لازم الأزهر كمؤسسة دينية والكنيسة كمؤسسة دينية يبقى ليهم الغلبة في العلم الديني. احنا في الجيش بالمناسبة عشان تبقى، احنا عاملين الخطبة بتاعت الجمعة جبنا نخبة من كبار علماء الأزهر، وقلنا ال 52 أسبوع بتوع السنة الخطاب اللي يتقال فيهم، السادة النخبة الفاضلة تجهز هذه الخطب وتوزع وتقرأ في مساجد القوات المسلحة. طب ليه؟ احنا مش بناخدهم في اتجاه معين، لا ما فيش عندنا كده، لكن احنا قلنا ان مش ممكن ابدا ان اعز حاجة عندنا وهي العقيدة تعطى لأي حد يتكلم فيها. ده النقطة اللي أنا بقصدها لما بقول إن المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة يجب إن هم يبقى لهم الكلمة العليا في موضوعات الدين وتثقيف وتجهيز وتأهيل الناس دينيا، حتى ما يبقاش فيه اللي احنا رايحين له وشايفينه معانا ده دلوقتي. المصريين بطبيعتهم شعب طيب جدا ومتسامح، بس هو لا ينسى من أساء إليه، ولا ينسى من مد الإيد إليه. واسمحوا لي في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها ديت أطلب منكم جميعا إن احنا نقدم كل الشكر والتقدير لكل من مد يده لنا، الأشقاء في المملكة العربية السعودية. خلوني من فضلكم أوجه تحية خاصة لجلالة الملك عبد الله اللي قام بأقوى تحرك منذ عام 73. أنا بقول كل دولة لوحدها عشان نحييها لوحدها، لأن بصراحة الموقف العربي سواء كان من السعودية أو دولة الإمارات دولة الكويت الشقيقة، دولة الأردن، دولة البحرين، كل الشكر والتقدير لمن ساهم ومد يد العون إلى مصر، ولن تنسى لكم مصر ذلك، لن تنسى لكم مصر ذلك. أنا برضو عايز أوجه رسالة للآخرين، عايز أقول له من فضلك راجع موقفك، راجع موقفك. وإذا كنت صحيح بتتكلم عن الحرية والديمقراطية والشرعية، فالشرعية في إيد شعب مصر يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء. الشرعية دي ملك للمصريين يعطوها ويسحبوها. فمن فضلك راجع الموقف ده كويس. المصريين هم اللي بيقرروا يعطوا الشرعية لمين ويسحبوها امتى. ولازم نحترم شعب مصر مش حد تاني، لازم نحترم شعب مصر وإرادته. من فضلكم راجعوا مواقفكم مش تجاه شعب مصر، مش تجاه حد تاني.
أنا ما اتكلمتش على الإجراءات الأمنية اللي عملتها اللي اتعملت خلال الأيام اللي فاتت، لأن طبعا أجهزة الإعلام بتلقي الضوء عليها كتير. لكن عايز أقول لكم بمنتهى الأمانة، إحنا حريصين على كل نقطة دم، حريصين بجد يعني. بس يا ترى هل الآخرين كمان حريصين على دمائنا ولا لا؟ طب هم حريصين على دمائهم ولا لا؟ يعني ماشي، لما النهارده خلال الأيام اللي فاتت ديت تتهاجم اقسام ومديريات في مختلف محافظات مصر، ويسقط شهداء من الشرطة، ويسقط ضحايا من المهاجمين، ضحايا فكرة خاطئة، فهم مغلوط. انت متصور ان هيتساب ان الاسم والمديرية يقعوا وتقع مصر ولا ايه؟ طب ليه؟ طب انت عايز توقع مصر ليه؟ لا، المنشآت الشرطية والمنشآت العسكرية ومنشآت الدولة، لا لا، ده أمر لا يمكن السكوت عليه، وسيتم التصدي ليه بكل قوة وحسم. احنا اتعاملنا مع المواضيع خلال الشهور اللي فاتت كلها بالكامل في سيناء، وتحملنا كثيرا جدا من الشهداء والمصابين والمعدات، وما كانش فيه أي داعي أن يتم مهاجمة لا الشرطة ولا الجيش طوال ال30 شهر اللي فاتوا. مفيش أي سبب أبدا. الناس لا بتعتدي، الناس موجودة لتأمين هذه الأرض الغالية من أرض مصر، وما بتعملش أي حاجة، واتعاملت مع الأمور بمنتهى ضبط النفس والصبر، عشان إن الأمور ما تخرجش عن السيطرة. بقول تاني، بمنتهى ضبط النفس والسيطرة على كل تصرف ورد فعل مننا. بقول رد فعل مش فعل، عشان ما يسقطش ضحايا، حتى لو كانوا الضحايا دي فاهمة غلط وبترفع السلاح. هذا الأمر لن يستمر. هذا الأمر، عملية ضبط النفس والاستمرار في تلقي الضربات لن يستمر، لأنه في الآخر سيؤدي إلى مخاطر شديدة على أمن مصر. بصراحة كده، لا المديرية ولا الاسم ولا المحافظة ولا أي منشأة من منشآت الدولة الاقتصادية ولا حتى ممتلكات الناس، هذا الأمر لن يستمر، وسنتصدى له مرة تانية اهو بكل قوة وحسم. الأمر واضح، الأمر واضح خلاص. اللي بيهاجم ده بيهاجم عايز يهد مصر. لو ما دفعتش انت بتساهم في هدم مصر. يا ترى احنا هنهد بلدنا؟ ردوا عليا، صحيح هنهد بلدنا؟ لا، بمنتهى القوة واليقظة والحذر والعلم في مواجهة العنف اللي احنا هنشوفه. ايوه، نكون جاهزين له ومستعدين له كويس قوي، ولا نسمح بيه. واحنا الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة.
الناس اللي كانت بتتكلم على ان فض الاعتصام يعني يتم بشكل سلمي، حصل. واحنا قعدنا الايام الطويله جدا نناقش كل التفاصيل اللي تخلينا نصل الى ان الفض ما يبقاش فيه خساره خالص. بس انا هعمل ايه؟ زمايلنا في الشرطه هيعملوا ايه؟ وهو داخل يفض اعتصام يجد ناس موجوده تعتلي المباني وتطلق النيران، يعمل ايه؟ يجد ناس مستخبيه وسط الناس وبتطلق النيران. انا ما بقولش ان كلهم بيطلق النيران، لكن كفايه قوي ان يبقى فيه 20 30 واحد 50 واحد يطلق النيران في حجم تظاهر او اعتصام بالحجم ده. الاعتصام وفضه السلمي اللي كتير من الناس بيطالبونا بيه، انا بتكلم عن الناس اللي في الخارج، بقول لهم هاتوا كل الاعتصامات وكل التظاهرات اللي موجودة في الدول بتاعتكم وشوفوا حد رفع السلاح او كان عنيف في تظاهره، وشوفوا رد فعلكم تجاه السلاح لو في سلاح او تجاه العنف لو في عنف. انا بقول الكلام دوت عشان بختم بيه كلامي، بقول ان احنا حريصين جدا على كل المصريين وأمناء جدا في تعاملنا مع كل المصريين، بس يا ريت كمان التيار ده يتعامل معانا كده بالأمانة اللي احنا بنتعامل بيه معاه، مش الناس تغدر وتقتل بالناس وتختبئ. امبارح في مش سر ولا حاجة يعني، في مساكن عين شمس القوات موجودة في الأرض لحظر التجول، وفي ناس موجودة في مباني تحت الإنشاء برضو بتطلق نيران. طب ليه؟ كل الكلام ده احنا ان شاء الله جاهزين لمواجهته كويس قوي. وبقول في الآخر خالص، آخر كلام بقوله، أيدينا ممدودة بكل الخير لكل المصريين إذا أرادوا الخير، وإذا أرادوا غير ذلك فإحنا ملناش خيار تاني غير مجابهة ده بكل القوة وبكل العنف. ليه؟ عشان نحمي مصر، دولة مصر، حماية الدولة المصرية. آخر كلمة بقولها، حماية الدولة المصرية في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري.